وخير شاهد على أن زينب عندها علما لدنيا عبارة دائما تضرب مسامعك، شهادة الإمام منه السجاد. بس شهادة الإمام السجاد عم أنت بحمد الله عالمة غير معلمة بشرفة كم مرة سامحها؟ مرات، بس بها أمور ما ملتفتي لها. الإمام السجاد بليغ فصيح، المفروض يقول لها عم أنت عالمة غير معلمة، فهمة غير مفهمة. الرواية هكذا، عم أنت بحمد الله عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة، مبتدأ وخبر. ليش دخلت بحمد الله بنصها؟ علماء اللغة يقول هذا مو صحيح إلا إذا كانت هناك ضرورة. ملتفتين هاي المعلومة؟ ترى أغلبها أن البحث الأكاديمي ما يجوا، تجيب لهم ناعي. والمشكلة هسه حتى فوات، أنا قبل أيام وحدة ما أعرف شو تسميها انتحرت، ساقطة بكل معنى الكلمة. واحد من جماعتنا راح يقرأ فاتحتها ومسويها مريم. لكم ليش؟ هي ماتت منتحرة، امرأة رخيصة. هسه رحت خريت المن رحت الأول والفلوس إلى متى جيبك يحركك؟ كلكم عيب. دخلوا للمنبر قداسته ما شبعتوا، هي بطل لو منهول وينعى عليها. والله يا أخي تأذينا بالله، يراد لنا جهة تراقب بعد ماكو عن علي حسين ولا على لائين، المهم جيبه. وهذا شاق دشداشته وطالع نغف تشبيك بابا شبيك. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله. تشمالك مسدد؟ شايف هاي الظاهرة الجديدة؟ يقعدون ويحطون الصورة قدام هذا الناعي، هذا شاق دشداشته وهذا شي بيكم؟ أنت ليش تجزع؟ هسه المشكلة أدري بهم ما يقنعون. أنتم صرتم مبتدعين، إحنا كنا نبكي على الحسين وننفس عن مصابنا، اليوم بعد الحسين ما ينذكر، هذا مو منبر هذا. صرنا مثل ذلك الإفراقيات، قاعد نتراجع يا أخوان، قاعد نتراجع، ترى قاعد نخسر المعركة اللي بينا نام مئات السنين خسرناه بهالأيام. زين منو هذا جايب النعينة علي؟ منو؟ علي الأكبر؟ برير؟ إنسان عادي على كيفكم. والله بعض هاي النسوان اللي يسوون عليها المجالس مشمورة بغرفة وحتى ما يبدوا لها حفاظة، بس من تموت صارت عزيزة. 16 شادر، ايش هالنفاق هذا؟ لو هاي الفلوس مال الطليان نافقينها عليها شاء الله طها بعد 10 سنوات. بيت فلان سووا فاتحة، هي هاي اللي يهمك انت؟ مو هذا رياء ويوم القيامة شي عبرك؟ على كل، إذا زينب كان عندها علما لدنيا. ليش الإمام السجاد قال عم أنت بحمد الله؟ أكو ضرورة. ايش راد يقول؟ الإمام يقول إحنا أهل البيت الله تعالى انطانا نعم لا تعد ولا تحصى، وهذه النعم كون نشكر الله عليها. ووحدة من هذه النعم التي أنعم الله بها علينا آل البيت هي زينب. نعم يقول جدي النبي وجدي علي وعندي أئمة، هاي كلها نعم، بل يوميا يضاف لهم نعم، ولكن راد يبين شيء من خلال عم أنت بحمد الله. ولا المفروض يقول أنت عالمة غير معلمة؟ ليش خلى هاي بالنص؟ راد يقول رغم النعم اللي الله أفاضها علينا والتي لا تعد ولا تحصى ولا بد أن نشكر الله عليها دائما، هو وجود زينب. عمتنا زينب نعمة من النعم التي يجب أن نحمد الله عليها. هاي إشارة مهمة. لذلك هي دعوة لما نقرأ نص المعصوم لازم نجيب المختصين. ترى هاي الالتفاتات لو ما الاختصاص ولا ذا تبقى على جماعة الريزخونية ولا يمر عليها ميمها، فاقد الشيء، ما عنده قدرة هو. احنا في زمن المعلومة تتنافس. شوف الوهابية ينفق مليارات حتى يجيب استوديو وكاميرا ومذيع ويشتري، واحنا بعدنا بأساليب بدائية. يصعد على المنبر يمثل جهة مرجعية يغلط بالحروف قحط، لأن ما يعتمدون مبدأ الكفاءة الواسطة. عندنا كفاءات. سبحان الله وبحمده صلاة جماعة في إحدى العتبات متابعة، سبحان الله وبحمده، هاي الباء الجر مطجر بعير، باء حرف جر ولا وبحمده، سبحان الله وبحمده. والله دزيت رسالة وما زال لهذا اليوم بسم الله سبحان الله وبحمده. ليش ماكو أكفأ منه؟ يابا أنت قاعد تبث
كلها تسمع لك. انت تمثل مدرسه، تمثل خاط، حرف جر ما تعرفها. يوم امر ناهي هو والله كثير. انا مرات يؤلمني الشيء بصلاه الجماعه، المفروض اللي يصلي جماعه ورا شنو؟ واحد مثقف متفقه معمم، اذا اخطا يصحح له، اذا نسي يذكره. والله واحد من عندهم كل ما يصلي جماعه ورا بس تجار واصحاب فنادق. واحد من عندهم امي لا يقرا ولا يكتب، يوقف وراه مباشره، بحيث اذا نسى غلط ميمه. ليش؟ اكو مظهر من تصلي جماعه وتبث كون وراك الصف الاول كله معممين. نعم، الحضره ما بها معممين، بها عشرات يشتغلون، جيبهم. هسه البعض انا على بكره ابو الخلف وقت تعلمهم، ظلوا ما يهمكم المذهب ولا يهمكم الامه، هامتكم اشخاص. عمي ظهرت النقد ضروريه، انت تابع خطبه او صلاه الجمعه وشوف الاخطاء. ما دام اني امام جماعه احتمال اخطا، احتمال يغمى علي يطيح، من اللي يكمل؟ هذا اللي ما يقرا ويكتب؟ لو تصير فوضى عيب، ما يكلفك شيء. تعالوا 5 معممين ثقات اصحاب بحث درس، صلي وراي. هو يصلي وما يصلي؟ قولوا لنا اذا ما يصلي، قولوا لنا ما دام يصلي. خو ماكو اجمل من جماعه صلاه الجماعه. انا ما اريد اعمم، بس اكو البعض منهم يتعمد واسطات، حتى الصف الاول واسطات محجوز المن، هذا عنده فنادق، هذا مال مجاري، هذا تاجر، هذا عنده فلوس، والفقراء ماكو. معممين وين؟ تفت، هذا صف مال الله تعالى. صف الاول الراد له شروط،